الثقافة وتواجدها، يعني الملف ده يمكن أنا فتحته مع حضرتك قبل كده، بس اتكلمنا إنه في عقبة برضو بتواجه الوزارة، عقبة التمويل والميزانية. يعني الميزانية معظمها للأجور والمرتبات، فإزاي بتشتغل في حدود المتاح؟ إنه أولا يعني هكرر ثاني الكلام اللي قلناه وكنت قلته مع حضرتك قبل كده فيما يتعلق بأصول الثقافة أو الثقافة الجماهيرية. أنا شخصيا بفضل تسمية الثقافة الجماهيرية. الثقافة الجماهيرية مرت بمراحل كتيرة، بدأت في عهد الرئيس عبد الناصر. حين توفي الرئيس عبد الناصر كان في 6 قصور فقط في جمهورية مصر العربية، وكانت بتعمل بنشاط وبكفاءة، لكن ما كانتش بتعمل بمعزل عن بقية أجهزة الدولة. لما جاء فترة الرئيس السادات وبعد حرب أكتوبر وحصل الصراع الناصري الساداتي، اعتبرت الثقافة الجماهيرية نتوء ناصري داخل الدولة، فتركت هكذا لا تكلف بشيء ولا تطالب بشيء. وعشان كده في فترة السبعينات بدأت تنتشر موجات التطرف في البلد. بدأ ينتشر. احنا فاكرين قضية شكري مصطفى واغتيال الشيخ الذهبي وبداية العمليات الإرهابية في السبعينات. لما جينا بعد ذلك في الثمانينات والتسعينات حصل توسع في إنشاء قصور الثقافة، وأنشأت إلى جوارها أيضا بيوت الثقافة أو المراكز الثقافية اللي أنا بسميها. وعوملت إنه كان في ال10 سنوات الأخيرة أو ال15 سنة الأخيرة من نظام الرئيس مبارك كان سياسة التوظيف انك انت وظف دخل اكبر عدد من الناس الى جهاز الدولة لكي تحد من مشكلة البطالة. وحصل نوع من الطبقية في التوظيف، اللي عنده امكانيات كويسة بيروح بنك، بيروح بيقدم لشركة خاصة، اللي بتنتهي انه الناس اللي في الاقاليم واللي في الارياف ما قدامهمش الا الثقافة الجماهيرية. وبدأ احيانا كانت بيوت ثقافة قبل ان تفتتح يا استاذة لبنى يتم تعيين ناس على حسها. وشفنا في احد قصور الثقافة قبل ان يفتتح تم تعيين 900 موظف وموظفة عليه قبل الافتتاح. فلما جه يوم الافتتاح حصل ان الاهالي اعترضوا، اشمعنى ولاد بتوع الحزب الوطني او اللي كانوا اللي جايين من طرف بتوع الحزب الوطني تعينهم وولادنا ما تعينوش. فتعين فيهم 1 300. فبقى قصر ثقافة من الممكن لو هيعمل بكفاءته وبكامل طاقته يعمل ب30 او ب20. يعني انا هقول 30 لما هتوسع او بقى على قوته 1200. طيب ال1200 دخلوا ما حدش بص في مؤهلاتهم ايه، في خبراتهم ايه، يقدروا يقدموا ايه للثقافة، هم محبين للثقافة، هم يقدروا يأدوا او ما يأدوش. ده الذي حدث في بيوت الثقافة وقصور الثقافة. ده في منهم معلش عشان قطعت